شيخ محمد سعيد العرادي شيخنا الجليل، حياكم الله. السلام عليكم شيخنا. سيدنا الجليل. عليكم السلام سماحة الشيخ الفاضل، حياكم الله رعاكم الله. أهلا الله لك ولوالديك. وأنتم كذلك أهلا بصوتكم المبارك شيخنا الفاضل. طيب الله أنفاسكم. بارك طيب الله أسمعكم شيخنا، الخير والبركة فيكم. أنا حبيت أشارك بكلمة مختصرة. شرف لنا شيخنا الفاضل. إن الزهراء سلام الله عليها هي من حجج الله على خلقه. أحسنت. وقولها وفعلها وتقريرها حجة، ونستفيد من حياتها سلام الله عليها. سلام الله عليها. مسألة مهمة جدا خصوصا في هذه الأيام. أحسنت. وهي أنها ذهبت لتطالب بحقها وللدفاع عن الإمامة وعن الإمام المظلوم. أحسنت. إن الإنسان يستفيد من حياة الزهراء أنه يجب عليه أن يطالب بحقه، ولو ذهب إلى الحاكم ونصحه، يعني يستحب نصح الحاكم. نعم. وبيان الحق وكشف المظلومية. فالإنسان يجب عليه أن يبادر بأن يذهب ويطالب بالحق، لا أن يسكت عن حقه. نعم. يجب عليه كما بادرت الزهراء سلام الله عليها وذهبت إلى مجلس أبي بكر وطالبت بحقها، وطالبت بحقها بطريقة أجهش القوم لها بالبكاء في البداية. يعني أن فأجهش القوم لها بالبكاء. نعم. يعني مهم تحريك العنصر العاطفي في الخطاب. يعني هي ما خاطبت بس العقول، خاطبت القلوب والعقول أيضا. أحسنت. فالخطيب أو الداعية أو الشخص الذي يريد أن يذهب ويطالب بالحق يجب أن يلتفت إلى هاي النقطة، إنه يحرك العنصر العاطفي. هذا مهم جدا. نعم. مهم جدا هذا. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، سلام الله عليه، في أثناء إلقائه الخطبة في يوم عاشوراء حرك العنصر العاطفي. يقول: نعم. انسبوني من أنا، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أتطلبوني بدم سفكت ومال أخذت؟ يعني تحريك العنصر العاطفي مهم. لاحظ شلون؟ نعم شيخ. شوف زينب سلام الله عليها لما نادت بذاك النداء: يا محمداه يا جداه، هذا حسينك بالعراء. أحسنت. هذا حسينك بالعراء، مقطع الأعضاء، مخضب بالدماء، محزوز الرأس من القفاء، فأبكت كل عدو وصديق. حتى جرت دموع الخيل على حوافر. الله. تحريك العنصر العاطفي مهم جدا. يعني الزهراء سلام الله عليها لما ذهبت إلى المجلس أنت وحنت، هذه الأن أجهش القوم لها بالبكاء. الله. فالإنسان لما يروح يذهب يجب عليه أن يطالب بحقه، وهذا واجب شرعا. تلاحظ شلون؟ هذه نعم. مسألة جدا مهمة. نعم شيخنا. وطالبت بحقها بطريقة استعملت القرآن الكريم في الاستدلال. يعني قوة الاستدلال في الطرح مهمة. أحسنت. الواحد لما يروح يذهب للمطالبة بحقه يحاول قدر الإمكان أن يقوي جانب الاستدلال في المطالبة. فاستدلت بآيات القرآن في قضية الإرث، زين، وورث سليمان وداود. أحسنت. فجاءت بالحجج القوية والبراهين الساطعة، لذلك الرجل بقى متحيرا أمامها، ما قدر شنو يجاوب. راح جاب له رواية هو اخترعها من عنده. أحسنت. إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا بس هو الخبر هو جابه من عنده. أحسنت. لاحظ شلون؟ فمولانا الجليل هو هاي على أثر ذي المطالبة بالحق، بالأخير هو استسلم في بعض الروايات أنه أجاب إلى طلبها وكتب لها كتابا برجوع فدك. أحسنت. فإحنا نستفيد من هذا، أن الإنسان إذا يعيش في دولة مثلا هو مهضوم من قبل هذه الدولة، يعيش في مكان هذا الحاكم ظلمه وأخذ حقه، يجب عليه أن يذهب إلى هذا الحاكم ويلقي عليه بالحجة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ويطالب بحقه قدر الإمكان. ويجب على الناس المؤمنين أن ينظرون إلى هذا الشخص الذي يطالب بحقه ويطالب بحق أمته،
يجب عليهم أن ينظروا له بالنظرة الإيجابية الصحيحة. نعم. لا يتهمونه بالعمالة، حاشا. لا يتهمونه بشيء آخر. إذا ذهب لأجل المطالبة بحقه وتطبيق الإسلام وتطبيق حكم الله في الأرض، ولهذا قالت الزهراء أفحكم الجاهلية تبغون. أحسنت. فإحنا يجب علينا أن نتحرك لأجل المطالبة بالحق، هذا جيد. ولهذا الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. أحسنت. يعني شنو؟ يعني احنا هذا حق لازم نطالب به، يجب أن يعطى لنا هذا الحق. إذا لم نعطى هذا الحق شنو صار؟ راح نعيش الذلة، المهانة، التخلف. هذا من أحد معناته. يعني لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا أعجاز الإبل. أحسنت. أواخرها. أعجاز الإبل يعني مكان الذلة والهوان. أحسنت. وإن طال السرى وإن امتد من الزمان. وكو معنى آخر وهو الأفضل، يعني لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. يعني لنا حق إذا أعطينا فبها، إذا ما أعطينا راح نثبت ونتحدى ولا نبالي ولا نيأس، راح نواصل المسيرة. واضح شلون؟ نعم. فالزهراء سلام الله عليها نتعلم منها هذا المعنى السامي. زين، هذه مسألة جدا مهمة. أولا المطالبة بالحق، قوة الاستدلال بالقرآن والسنة، هذا شيء مهم جدا. ولم تيأس. فعلا الرجل كتب لها كتابا بإرجاع فدك. يعني الخطبة أثرت. أحسنت. الكلام أثر. يعني واحد لا ييأس، انت روح وطالب ويلقى الحجة، هذا شيء جدا مهم. الكلام انه لما كتب لها كتابا برجوع فدك، رآها الثاني في الطريق، رآها عمر بن الخطاب في الطريق، فلما عرف انها كتاب اعطى له ابو بكر كتاب برجوع فدك، في الرواية موجود انه اخذ في الرواية، شوف شلون الخشونة ومدى الظلم. تقول الرواية فرفشها برجله وويله واخذ الكتاب ومزقه وويله، بقر الكتاب، لا حول ولا قوة الا بالله. وويله. سلام الله عليك. زين، هذه مو بس الرفشة هناك، ورفشة ثانية بعد عند الباب. احسنت. رفشها بعد عند الباب. وويله. اي، وعصرها بين الحائط والباب. في الرواية اكو عندنا روايات ان لما صرخت الزهراء وابتاه ومحمداه هكذا يفعل بحبيبتك، وويله. يقول الرجل يعني عمر، يقول رق قلبي لها لما سمعتها بذلك. يقول هو فلما تذكرت ولوغ محمد وعلي بدماء العرب، شوف الحقد، الله أخذتني أكبر، الحمية ولطمتها من على ظاهر الخمار وويله يا زهر، وألصقتها إلى الجدار. مهجة المختار راحت والقلب منها انذهل. يا الله. قومي تشيل يا فضة وسنديني بالعجل. قومي تركين انكسر ضلعي وسقط مني الجنين. يا الله. وانظر دموم اللي بصدري تسيل يا فضة منين. هشمت مني يا فضة الجسد رفسة قلعين. بالعجل قوم اعرفيه منين صاحب هالفعل، وهالذي كسر ضلوع ولطم خد تعرفيه. وذاك داح الباب جالي اسم الله روحي واخبري. اوالي قالت ملبب خذا حيدر وليتش تنظري. قايد الفرسان حيدر كيف قادوه بحبيل. طلع لكن ذوبت قلبي يا فاطم حالته، من كسر قلبه وتجري فوق خده دمعته. اويلي حاير ويكسر الخاطر يوم دنق رقبته، وبالحبل مقيود ما كنا ابو حسين الفحل. وويله. شلون خبره يا زهره وهو يشوفش ورا الباب، يسمع الصيحه ويشوفش يوم طحت على العتاب.
شفته يتحسر وضن قلبه من الحسرات ذاب. قلت هسه يثور حيدر يشر السيف بزعل. اي نعم. هذا اقول رفسها برجله واخذ الكتاب ومزقه. فالزهراء دعت عليه قالت هنا ولهذا يستحب الدعاء على الظالم ودعاء المظلوم مستجاب. فقالت اللهم ابقر بطنه كما بقر كتابي. الله فعلا استجاب الله لدعاء الزهراء وبقر بطن الرجل طعنه ابو لؤلؤ. فهني الكلام انه المطالبه امر مهم والدعاء على الظالم بعد مهم. واضح مولانا؟ احسنت. يجب علينا أن ندعو لأن الدعاء جدا مؤثر. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء ترس المؤمن. الله. وقالت هي لما جاء الرجلان يعني أبو بكر وعمر، هذا يروي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، لما جاء وسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. الله. وعدم رد السلام هنا فيها نقطة عظيمة، لأنه يجب رد السلام على إذا الإنسان المسلم سلم يجب رد السلام، وهي لم ترد السلام. فمعنى ذلك عدم ردها السلام يعني شنو؟ لم تعتبرهما مسلمين. الله. واعتبرتهما كافرين حربيين. هذه من أحد الأدلة سيرتها ما شاء الله فعلها. هذا ولا الزهراء شلون ما تعرف هذا الشيء انه ما ترد السلام؟ رد السلام واجب، السلام مستحب ولكن رد السلام واجب. فهي لم ترد السلام. هذا حجة من الزهراء على أن هؤلاء الاثنين كافرين في نظر الزهراء. الله أكبر ما شاء الله. واستشهدت بهذه الحديث قالت هل سمعتما من جدي رسول الله من أبي رسول الله إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها؟ قالوا بلى. فقالت والله لقد أسخطتماني وويله، لقد أسخطتماني وما أرضيتماني ولم ترضياني وإني وسوف أدعو عليكم دبر كل صلاة. الله أكبر. من الدعاء هناك دعت اللهم ابقر بطني، وهناك قال سوف أدعو عليكما دبر كل صلاة. الله. فشلون إذا هو أبو بكر إمام زمانها شلون تدعو عليه؟ أحسنت. مو إمام زمانها. الله. واضح. لو اكو عندنا روايات انها ماتت وهي واجده عليهما، يعني ساخطه عليهما، يعني غاضبه عليهما. ولكون هاي الحديث ان الله يغضب لغضب فاطمه، يعني الله غاضب عليهما لغضب فاطمه عليهما. الله. احسنت. هذا الدليل نستنبط بان الله غاضب عليهما، ومن حل عليه غضبي فقد هوى. احسنت. فلهذا احنا لما نستدل على ان هؤلاء في جهنم بهذا الدليل. احسنت. ما شاء الله. ما شاء الله يغضب لغضب فاطمه. قال سوف ادعو عليكما دبر كل صلاه. الله اكبر. فلما احنا لما نسمع دعاء صنمي قريش يعني الى مسند الى سند الى سند شرع القضيه. احسنت ما شاء الله. حقيقه فاحنا مولانا نتعلم من الزهراء. يجب على كل مسلم وكل مؤمن أن يطالب بحقه ويطالب الحاكم بتطبيق الإسلام كما طالبت الزهراء. أحسنت. احنا مولانا الحكومات الآن ماكو طريق لحل مشاكل الشعوب إلا تطبيق الإسلام. الله. ويجب علينا كدعاة أن نذهب إلى الحكام وندعوهم إلى تطبيق الإسلام. الآن لو طبق هذا القانون إن الأرض لله ولمن عمرها، هذا حديث. لو الحكومات أعطت كل مواطن أرض ومبلغ معين لبناء هذه الأرض انتهت مشكلة السكن. صحيح. فهذا قانون حقيقة إسلامي يجب علينا أن نطالب به. ويجب إذا ذهبنا إلى الحاكم أن نقول له قولا لينا كما قالت الآية اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. القول اللين مثمر والقول السديد مثمر. الآية القرآنية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أحسنت. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يعني من أحد فوائد القول السديد إن الله يصلح أعمالنا، يتمم لنا أهدافنا. والقول اللين، القول اللين مع القول السديد، الواحد يحاول يتكلم بكلام سديد مستدل
يطابق العقل والفطرة والمنطق، بالأخير الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدي. أحسنت، ويصلح أعمالها. أحسنت. ويصلح أعمالكم. تلاحظ شلون؟ أحسنت. فمولاي أنا حبيت بس أشارك بهذه. تفضلت علينا شيخنا. أحسنت. جزاك الله خير الجزاء شيخنا. تفضلت وشرحت ما هو خفي عن بعض الأخوة. نعم أحسنت. سلام كثيرا. عليكم السلام. يصل على أعيننا إن شاء الله، على رؤوسنا سماحة الشيخ. يسر الله أموركم. شكرا شيخنا، وشكرا لهذه المشاركة الطيبة والقول السديد. أحسنت شيخنا الفاضل. حياكم رعاكم الله في أمان الله، في حفظ الله. تفضلت شيخنا. معنا سماحة الشيخ